من أحلى الأماكن والخروجات اللي كنا بنخرجها زمان روكسي ومحلات روكسي اللي كتير منها لسه موجود لغاية دلوقتي. من أول سينما روكسي والعبودي ونقعد نتمشى بقى شارع المرغني وشارع إبراهيم اللقاني اللي كنا بنجيب منه الشنط والهدوم. الكوربة اللي جمال شوارعها وأصالة المعمار فيها لسه محفور في وجداننا لحد النهاردة. ياما أكلنا هناك من كشري هند. كان يوم ما ننزل نجيب لبس العيد أو لبس المدرسة نبقى في قمة السعادة، هنتمشى في روكسي وناكل شاورما من أبو حيدر ونبقى محتارين بعدها نحلي بكوباية المانجا بتاعته ولا نتمشى شوية ونضرب آيس كريم من قويدر. وساعات رجلنا تاخدنا ونعدي على ميادين مصر الجديدة، ميدان الإسماعيلية وميدان سفير وتريومف ولا الميريلاند. مفيش بيت على أيامنا ما راحش حديقة الميريلاند مع أهله أو رحلة مع المدرسة. دي كانت معلم بنتقابل عنده، الناس كانت بتاخد مواعيد عند سور الميريلاند. روكسي وكل ميادين مصر الجديدة اتغيرت، ملامح كتير طمست عن أيامنا، بس هتفضل ذكرياتها عايشة في قلوبنا مهما اتغير الزمن، وهيفضل روكسي حكاية من حكايات جيل الثمانينات.